حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع بعض هنعمل كيكة بسيطة ما نستغناش عنها أبدا في البيت، وخصوصا أيام الصحيان بدري وأيام المدارس وفي ليالي البرد اللي احنا بنمر بيها. الكيكة دي مكوناتها بسيطة جدا وموجودة في البيت، ومهما كانت نتيجتها بتبقى رائعة مع كوباية الشاي بلبن الصبح أو بالليل أو حتى بين الوجبات. الكيكة دي كلها هنعملها في الخلاط، ما فيهاش أي مجهود، وزي ما قلت لكم نتيجتها دايما بتبقى ناجحة 100%. كمان هنستخدم لها مكون بطريقة جديدة هيخلي طعم الكيكة حاجة كده ولا أروع. الكيكة دي ممكن تقطعيها مكعبات أو شرايح وتعبيها كده في علبة وتحطيها في مطبخك أو على ترابيزة سفرتك. الولاد رايحين جايين ينقنقوا فيها. كلنا عارفين قطعة الكيك لما يجي يشتروها من بره بتبقى بكام، ولا تسمن ولا تغني من جوع. زي ما قلت لك الكيكة دي بدون أي إضافات طعمها رائع وملمسها ناعم وهش وجميل. طب ما يلا نصلي على الرسول وندخل على المطبخ ونشوف هنعمل بشطارتنا الكيكة الحلوة إزاي بسرعة على طول. وزي ما قلنا مقادير الكيكة دي بسيطة جدا وموجودة في أي بيت. أنا هنا معايا 2.5 كوباية دقيق. بتستخدمي أي كوباية موجودة عندك، بس الكوباية اللي هتستخدميها هي اللي هتقيسي بيها كل المقادير. أنا هنا استخدمت الكوباية المعيارية كده، حطيت 2.5 كوباية كمان. ما بتكبسيش الكوباية، انت يا دوب بتمليها وبعصاية الشيش طاووق كده بتساوي السطح، ويبقى كده المقدار مظبوط. كده انا استخدمت 2.5 كوباية دقيق. هستخدم بقى كمان مكون بيزيد جمال الكيكة ويغير ملمس الكيكاية تماما، اللي هو نص كوباية نشا. برضو كده بعاير الكوباية نص كوباية وبسويها كده بعصاية الشيش طاووق من غير ما اكبسها. يبقى كده انا استخدمت 2.5 كوباية دقيق ونص كوباية نشا، وكمان بتنزلي عليها بباكو بيكنج باودر، وبتنخلي كل المقادير الجافة دي مع بعض. يبقى أنا هنا استخدمت 2.5 كوباية دقيق ونص كوباية نشا وباكو بيكنج باودر، وحطيت كمان رشة ملح. قلبي بقى كل المقادير الجافة دي مع بعض. ونيجي بقى للمقادير السائلة. أنا معايا هنا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، مطلعاهم يعني من التلاجة من بدري. 4 بيضات، وطالما طبعا في بيض يبقى أكيد في فانيليا. هتاخدي كده تحطي طبعا شوية فانيليا، وكمان هنزل عليهم بمعلقة كبيرة خل عشان يضيع أي زفارة في البيض، وهنزل عليهم بكوباية وربع سكر. عايزة تحطي 1.5 كوباية ده شيء يرجع لك وبراحتك. اضربي بقى البيض والسكر كله في الخلاط، مش محتاجين هنا مضرب ولا أي حاجة. وتأكدي تماما إن السكر داب مع البيض. افضلي اضربي كده لحد ما السكر يدوب، ويا ريت ما تستخدميش سكر خشن. لو استخدمتي سكر خشن فانتي اصبري عليه لحد ما يدوب بالشكل ده. هنزل بقى على المقدار ده ب3/4 كوباية زيت، ويا ريت يكون الزيت زيت نوعه كويس ويكون فاتح علشان ما يغمقليش الكيكة. انا هنا استخدمت 1.25 كوباية زيت. وهنزل كمان عشان اغني الطعم واديله كده طعامة وريحة حلوة، حطيت كده معلقة كبيرة سمنة بلدي، وضربت تاني كله كده مع بعض. اتأكدت انه كله اختلط مع بعض. وبعد ما خلطت البيض والسكر كويس، برضو عايزة اتأكد عشان عايزة خليط انسيابي ما فيهوش اي حتت سكر. مسكت المقدار كله وقلت كمان اصفيه بالمصفى السلك عشان اتأكد ان ما فيش اي سكر ولا اي قطعة من حتى البيض. وطبعا عشان انا ضربة كويس تقريبا ما كانش فيه اي حاجة في المصفى، بس انا كده اطمئنيت ان الخليط كله متجانس. والله على جمال وقوام خليط البيض والسكر الناعم الانسيابي اللي بيلمع ده. على طول بقى هجيب المصفى وانخل مرة تانية الدقيق والبيكنج باودر والنشا على خليط البيض. يبقى أنا هنا نخلته مرة في الأول وادي المرة التانية. هبتدي أقلب بقى الدقيق في خليط البيض والزيت والحاجات السائلة اللي أنا حطيتها. قلبي كده لحد ما الدقيق يختلط بالمكونات السائلة تماما. خدي كده من فوق لتحت قلبي، هتلاقي القوام كده تقل معاكي. طبعا لسه في مكون هيفكلي القوام ده ونحصل على قوام الكيكة اللي احنا عايزينه. وبعد ما قلبنا بالشكل ده نرجع بقى لآخر مكون هضيفه، اللي هو 1 كوباية لبن سخنة.
مش عايزة أقول لكم فعلا فرقت جامد جدا كوباية اللبن السخنة دي مع قوام الكيكة وطعمها، كأنك بتاكلي كده كيكة غنية طعمة ما بتشبعيش أبدا من إنك تاكليها، وخصوصا لما تغمسيها كده في كوباية الشاي بلبن. قلبي كده، أدي القوام اللي احنا عايزينه. الله الله الله، يا سلام، شايفين؟ هو ده الكلام. في الوقت ده طبعا انا مولعه الفرن، وكمان مجهزه الصينيه بتاعتي، دهناها بزبده كويس وحطيت فيها معلقه دقيق. اتاكدي انها متغطيه من كل ناحيه، ونفضي كده الدقيق الزياده بالشكل ده. انزلي بقى بقوام الكيك، وزي ما قلت لك اوعي تنسي احنا مولعين الفرن من بدري. وانزلي بقى بكل الخليط ده، ودخلي الصينية دي على فرن 180 من 35 ل 40 دقيقة حسب الفرن بتاعك. اخبطي الصينية كده وحركي كده بعصاية الشيش طاووق فيها عشان تتخلصي من أي فقاعات هواء فيها بالشكل الجميل ده، وندخلها الفرن. وبعد حوالي 30 دقيقة وصلت الصينية للون الجميل ده. أنا ما ولعت الشواية، هي بتحمر باللون الجميل ده كده لوحدها. هسيبها بقى لما تبرد تماما ونبتدي نتعامل معاها. وبعد ما سيبنا الكيكة بردت تماما، بسكنتك بقى المشرشرة قطعيها التقطيعة اللي تعجبك. عايزة تقطعيها مكعبات، شرايح، زي ما انت عايزة. هتحسي قد ايه هي ناعمة وهي بتتقطع، طرية، ريحتها مش عايزة اقول لكم كانت مالية البيت ازاي. يعني الواحد كان مشتاق انها تبرد عشان ياخد منها حتة. شوفي بقى جمال القطعة والهشاشان اللي هي فيه والطراوة. بصي الجمال. انا بس حاجة واحدة بس اللي زعلتني فيها، ان كانت الفقاعات فيها كانت كبيرة شوية، وانا ما بحبش اشوف الفقاعات كده فيها كبيرة. طبعا انا عرفت ايه السبب، ان انا زودت بيكنج باودر شوية. ما كانش عندي باكو، كان عندي علبة، فغرفت معلقة كده كبيرة شوية، خليت لي الفقاعات فيها كبيرة بالشكل ده. بس زي ما قلت لكم نتيجة الكيكة دي مهما كانت بتكون رائعة. أنا بعد ما قطعتها مكعبات قلت لا، أنا هرجع أقطعها كده شرايح، كل مكعب قسمته ل2 أو 3، وحطيته في علبة كده ومغطياها، حطها كده على الرخامة في المطبخ أو على ترابيزة السفرة، اللي رايح واللي جاي ياخد منها حتة. و قد إيه كان طعمها جميل. طبعا علبة زي دي لما تحطيها تحسي إن البيت كده فيه خير. تيجي عايزة الصبح عايزة تاكلي حاجة مع كوباية الشاي، أو بالليل، أو حتى بين الوجبات، فهتلاقي كده البيت فيه خير وفيه بركة. تحطيها قدام الولاد رايحين جايين ياكلوا حاجة مفيدة، سمنة بلدي وزيت ذرة وحاجات كلها مفيدة، مش زي الحاجات اللي بيشتروها من بره. وشوفي الأسعار كمان، احنا في وقت لازم نعمل فيه كل حاجة في البيت بالشكل ده. شايفين كل ده من 4 بيضات ومكونات بسيطة جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة، أتمنى إن انتوا تجربوها. ولو عجبتكم وصفتنا ما تنسوش تدعموني، سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في